والنقاش ينبغي أن يتواصل في المسألة التربوية والمادة التربوية والتعليمية في الجزائر. انتقل إلى رحمة الله اليوم الأربعاء الصحفي بقناة البلاد محمد سلطاني عن عمر نازل 56 عاما إثر تعرضه لسكتة قلبية حسب ما علم لدى أقاربه. ويعد الفقيد الذي عرفت عنه مهنته العالية وأخلاقه الحميدة من الأقلام الصحفية المؤسسة لصحيفة البلاد، كما تقلدت مسؤوليات بالعديد من العناوين الوطنية والقنوات التلفزيونية. وكان الزميل الراحل حتى آخر لحظة من حياته يزول عمله بشكل عادي قبل تعرضه لوعكة صحية حتى على مستوى القلب نقل على إسراء إلى قسم الإنعاش ومستشفى سليم زميرلي بالحراش على جناح السرعة. وللإشارة فإن الزميل الراحل يعد واحدا من الصحفيين المخضرمين واشتغل بالصحافة المكتوبة ثم اقتحم عالم السمع البصري. ونشرت البلاد على منصة إكس مقطع فيديو يوثق آخر ما قاله الصحفي صباحة اليوم الأربعاء في موعد إخباري يقول أن مستقبلنا ومستقبل الوطن مرهون بالمدرسة الجزائرية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.